تخيل معي، فتاة كانت تنام على صوت الهموم، واليوم تستيقظ في أفخم قصور العالم بجانب أحد أشهر لاعبي الكرة في التاريخ. جورجينا رودريغيز ولدت في 27 من يناير 1995 في بوينس آيرس بالأرجنتين. عاشت طفولة مليئة بالتحديات، أبرزها والدها الذي كان زعيماً لعصابة مخدرات، وانتهى به الحال خلف القضبان لأكثر من 10 سنوات. وبينما كانت تحاول بناء حياتها وسط هذا الفوضى، جاء القدر بضربة أقسى: وفاة والدتها في حادث سيارة عام 2011. انهارت جورجينا، لكنها ما استسلمت. رجعت ترقص وتشتغل وتكافح في وظائف بسيطة لتأمن لقمة العيش. انتقلت إلى إنجلترا، اشتغلت مربية، تعلمت اللغة وأخذت شهادة في تصميم الأزياء. ثم عادت إلى مدريد وعملت بائعة في متجر غوتشي، وهناك تغيرت حياتها للأبد. دخل المتجر نجم الكرة كريستيانو رونالدو، وفي لحظة بدأت حكاية جديدة. رونالدو أعجب بتواضعها وروحها، وبدأت قصة حب صارت حديث العالم. كانت تخرج من دوامها بالباص، واليوم تطلع من المتجر في بوغاتي. في 2017 ظهر معاً في حفل الكرة الذهبية، ومنذ ذلك الحين صارت جورجينا تحت الأضواء. ورغم الانتقادات بأنها فقط تبحث عن الشهرة، أثبتت العكس تماماً. بنت لنفسها اسماً في عالم الموضة، وتحولت إلى مؤثرة وعارضة عالمية، وأصبحت أماً ل5 أطفال، وتدير أسرة بكل حب وقوة. قصة جورجينا ليست فقط عن الحب والثراء، بل عن فتاة قاومت الظروف وتحولت من المجهول إلى واحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمزيد من القصص الملهمة. Love.